جمالها جمال أوروبي وشبهوها بأميرات ديزني من حلاوتها، وجوزها بيغير عليها، ومن ساعة ما اتجوزت ما بقتش تعمل فيديوهات عن الميك اب والفاشون زي زمان، وشجعت متابعينها ما يسمعوش أغاني، وعملت فرح أسطوري فاق كل التوقعات. حكاية البلوجر جهاد المحلاوي، يا ترى مين هي وإزاي اتشهرت وإزاي بقت تركية، وإيه قصة فرحها الأسطوري، إزاي اتعرفت على جوزها، ومفاجأة عن علاقتها بالبلوجر سلمى عبد العظيم، وليه اعتزلت فيديوهات الميك اب والفاشون. كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده. خريجة إعلام وحلم حياتها تكون مذيعة، بس ما كانتش تعرف إن النصيب مخبي ليها حاجات أحلى وأحلى، وجوازها من الخيميائي كان وش السعادة عليها، والجواز غيرها 180 درجة. كلامنا هنا عن جهاد المحلاوي واللي قلبت السوشيال ميديا كلها. يا ترى مين هي؟ جهاد المحلاوي خريجة إعلام قسم إذاعة وتلفزيون جامعة عين شمس، وبتحقق حلمها بإنها تكون مذيعة بالفيديوهات اللي بتعملها، وبتتكلم في مواضيع اجتماعية وعن الفاشون والموضة والميك اب. وأول فيديو عملته بعد ما اتخرجت، بعد ما دورت كتير على شغل وما كانتش عارفة تشتغل ايه، فقالت تلجأ للفيديوهات وتملى وقتها، فعملت بيج وقناة على اليوتيوب من 5 سنين. أول فيديو عملته عن الحياة بعد التخرج، وجاب معاها وعلم مع الناس وجاب 10,000 فيو. وتاني فيديو هو اللي عدى وجاب 2 مليون ونص مشاهدة، وطبعا محدش يتوقع إنه أول ما يبدأ يتشهر كده، بس ده اللي حصل مع جهاد، ودخلت قلوب الملايين من أول ما ظهرت، والحظ كان معاها. جهاد جمالها جمال أوروبي، وكل البنات كانت بتقلدها في الفاشن والموضة، وكانت بتطلع تعمل جيت ريدي وذ مي، وبتحط ميك اب قدام الكاميرا قبل ما تنزل، وده كله قبل الجواز. وكانت بتدي نصايح عن الفاشن، وكانت موديل اعلانات ومصاحبه كل المشاهير، وما كانتش بتظهر الا ومعاها البلوجر سلمى عبد العظيم. كانوا اصحاب جدا وعلى طول مع بعض، ما بيسيبوش بعض ابدا، وكانوا بينزلوا فيديوهات على التيك توك واليوتيوب سوا. جهاد بلوجر مختلفه وبتقدم معلومات وافكار جديده، وتحسوها كمان مرشده سياحيه في الاماكن، وبتدي معلومات بسيطه للمتابعين سواء عن اماكن او بلاد او في التاريخ او نصائح اجتماعيه لكل الاعمار. جهاد اتعرفت على جوزها الخيميائي وهم في قلب اسوان في رحله مع بلوجرز ومشاهير، ووقع في حبها من النظره الاولى، وده من حلاوتها وجمالها الطبيعي، لدرجه انه كان متابعها وفضل كل ما الكاب بتاعها يقع او يضيع منها يجيبوه لها، لحد ما اصحابهم وصلوهم لبعض. بس هو حب يدخل البيت من بابه وتقدم فورا لاهلها، ووقعوا في حب بعض وعملوا فرح اسطوري على الطريقه التركيه، وفستانها ابهر الكل وكان مختلف ومميز، وعملته بستايل الاتراك، وكان منفوش جدا وقلب السوشيال ميديا من حلاوته. بس ناس كتير افتكروا انهم هيعملوا فرحهم على الطريقه الاسلاميه ومش هيشغلوا فيها اغاني شعبي ولا مهرجانات زي ما حصل في فرحهم. جهاد من ساعه ما اتجوزت خيميائي وهي اتغيرت تماما، وما بقتش تظهر وهي بتحط ميك اب ابدا، وده لانه بيغير عليها وبيحبها تكون على طبيعتها. وحتى لبسها ما بقتش تلبس بناطيل، وبقت بتلبس فساتين وجيب وحاجات واسعه، وادت نصيحه للبنات انهم يلبسوا كده، وكمان قالت لهم ان ما ينفعش يسمعوا اغاني، وقللت منها على قد ما تقدر لانها حرام. جهاد جوزها رومانسي وكل مره ياخدها عمره في عيد ميلادها، بس المره دي طلعوا على تركيا بعد السعوديه، وكانت المفاجاه هو ظهور كوميدي ومختلف لجهاد وهي بتتكلم تركي، وتحسوها بقت تركيه فعلا في لبسها وطريقه كلامها، وبتتكلم حتى اللغه بتاعتهم، لدرجه الناس هناك حبوها وتصوروا معاها، ودخلت مطبخ مطعم شهير هناك وطبخت معاهم، وبتتكلم بثقه كانها واحده منهم مش عربيه ولا مصريه. يا ترى ايه رايكم في محتوى جهاد المحلاوي، وبيعجبكم الستايل بتاعها ولا لا؟ شاركوني في التعليقات.